أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامج مشوار مع خالد عبد الناصر. ضيفتنا النهارده مش ضيفة مثيرة للجدل، مش هنقول كده خالص عشان هي بتزعل من الكلمة دي، لكن هي ضيفة ليها تاريخ فني كبير جدا، وضيفة ليها تاريخ فني ومشرف، بما فيها كمان إن هي خدمت مصر بطريقة كبيرة جدا. خدمته إزاي؟ هي اللي هتقول لنا الكلام ده دلوقتي. منورانا اهلا بيكي يا يا استاذ فنانة يا خالد. جميلة والله. نورتوني يا جماعه والله. بتتعصبي ليه بسرعة؟ لا لا لا، ده انا عندي آه. ضبط نفسي غير عادي، بس بجد؟ انتوا بصراحه طلعتوني من هدومي ليه زي ما بس يا بيقولوا. فنانة؟ بص يا استاذ خالد، اتفضلي. ما ينفعش كل ما نيجي نسجل نقول آه. ضيفه مثيره للجدل، ضيفه آه. مثيره للجدل. انتوا اديتوا انطباع للشعب وللجمهور، الجيل الجديد بالذات اللي ما يعرفش هند عاكف بسبب غياب هند عاكف عن الساحه الفنيه. تمام. وده هنقوله ليه وقلنا 100 مره. فما ينفعش النهارده كل ما نيجي نقول ضيفه مثيره للجدل، لا. أيوة. انت تقول على هند عاكف في الحقيقه ان حلو. فعلا انا فنانه بشتغل من وانا عمري 4 سنين من اسره فنيه، يعني ضيعت عمري كله في الفن. فما ينفعش النهارده كل ما نيجي نتكلم ضيفه مثيره للجدل الجمهور قال هند عاكف. مين اللي لا ادى يا جماعه اسمعوني مين بس. اللي ادى الانطباع؟ يا جماعه انا مش بحب اسير الجدل، لكن هي هند طول عمرها كده لما بتظهر في مكان الناس بتحب تتكلم معاها. أيوة. بتلفت النظر، ده غصب عني والله. اعمل ايه يعني؟ قولوا لي اموت نفسي عشان يعني ولا حضرتك إيه؟ انت ما بتحاوليش ان انت تعملي ده او تصنعي السؤال ده؟ ده اتسال مليون مره برضو. واحاول ازاي وليه؟ ليه بقى؟ يعني ليه انا احاول؟ انا واحده واثقه في نفسي الحمد لله، وواثقه في تاريخي الفني، والحمد لله انا عندي تاريخ فني. الناس اللي هي ما تعرفش تاريخي كل ما يسمعوا يقولوا فين التاريخ ده؟ لا، التاريخ ده يا حبايبي يا شباب يا محترمين يا اللي انا بحبكم، لو انتوا فتحتوا جوجل وكتبتوا كده مسلسل لهند عاكف هيطلع لكم مسلسلات كتير قوي، مسرحيات هند عاكف هيطلع لكم مسرحيات كتير قوي، افلام هند عاكف هم 10 ما عملتش غيرهم بصراحه، لان المسرح كان واخدني من السينما. لما نيجي نعمل دلوقتي لقاء ما نتكلم على التاريخ اللي الناس ما تعرفوش. ايه هو بقى الناس محتاجه تعرف التاريخ. ما حضرتك انت ما بتطلعيش تقولي على التاريخ ده، احنا انا ما بطلعش لان انت ما بتسالش. لو حضرتك سالتني على التاريخ، اهم اعمالك ايه الاعمال اللي بتحبيها؟ ايه الدور المفضل ليكي؟ مين المخرج اللي انت اشتغلتي معاه وحبيتي تشتغلي معاه مره واثنين وثلاثه؟ لكن مثيره للجدل فستان ودريس وشعر. ايه يا جماعه؟ احنا فنانين مش موديلز. طب ما حضرتك اللي بتلبسي الفستان يا فنانه ده، وعشان كده الناس يعني بيتلفت نظرها للفستان ده. لما تيجي تسالني على الفستان، لما اجي اتكلم على الفستان دلوقتي تتكلم على الفستان وتتكلم على التاريخ بقى. احنا اتكلمنا عليه، مش هنتكلم عليه تاني بقى الفستان ده عشان الناس ما تقولش ايه هي هند بتحضر المهرجانات، يعني احنا ما نعرفش هند الا بالفساتين. طب اقول لك حاجه في اعمال فنيه ذو قيمه. انت ذو قيمه من غير اي حاجه، بس عايز اقول لك حاجه. كبار انا اشتغلت معاهم ليا الفخر، وانا هقولهم لك دلوقتي. الناس هتتخض ان انا اشتغلت مع النجوم دول. تسمعي رايي قبل ما تقوليه. انا شفت الفستان وشفت الفساتين اللي انت بتعمليها، بس هقول لك رايي انا يعني. انت لو طلعت كده اجمل بكتير من الفساتين. اجمل ايه؟ انا رايحه مهرجان حضرتك يا فندم. كده احسن من يا فندم. ما اروحش مهرجان اقعد مع حضرتك كده اسجل كده. مهرجان ده يا جماعه لازم تلبس دريس حلو ملفت للنظر، لان انت فنان بجد. بس ده مش ملفت للنظر ان هو ايه، مش انا ما البسش الدريسات يا جماعه. ممكن البس دريس كاني رايحه فرح، لما اروح فرح غير اما اروح مهرجان. انا ممكن اروح فرح كده تصدق، بتشوف المهرجانات العالميه؟ ما ينفعش اروح كده. بتشوف المهرجانات العالميه؟ طبعا بشوف المهرجانات العالميه. انت شفت المهرجان كان؟ ايوه. لا انا ما بتكلمش على اللبس المثير. انا بس عايزه اقول انا بتكلمش عليه. مش هقول مهرجان كام يا جماعه، عشان انا المره اللي فاتت قلت مهرجان كام، ورحت قلت لهم يا جماعه سوري، في مصر في مصر مهرجان اسمه كام والعالم طبعا المهرجان العالمي مهرجان كان. فخدوها عملوها كوميكس. معنى ايه؟ بيقولوا للناس سوري ان هند عاكف مش عارفه تنطق مهرجان كان. وهو في مصر مهرجان كام. فعلا في مهرجان اسمه كام يا جماعه في مصر. قال لك هند عاكف كوميكس، وايه ده بجد؟ كان تهريج. ليه؟ بعض الناس وبعض الاعلاميين، بعض الناس وبعض الاعلاميين اللي هم مش اعلاميين وبيطلقوا على نفسهم اعلاميين وبياخدوا الكوميكس ده يمنتجوه ويعملوا حاجات زي بعض البلوجرز اللي بيقعدوا يتهكموا على الفنان ويجرحوا فيه ويعملوا فيديو علشان يعملوا نسبة مشاهدة عالية
علشان يجرحوا الفنان ده، ما يهمهمش الفنان اتجرح اتضايق زعل ما زعلش، ويعملوا كوميكس. عشان كده انا حبيت اوضح لك كام وكان. فهمتني؟ وصلت الصوره دي حقيقي. ويا ريت الجمهور يعرف يا جماعه ان فعلا في بعض الناس بتحب تعمل كوميكس وبتحب تجرح في الفنان عشان حضراتكم تقعدوا تشاهدوا ويبقى في مشاهدات وفي ترندات. لكن لا يا جماعه، الفن عمره ما كان كده اساسا. طيب قلتي ان هند عاكف ما عندهاش حاجه اسمها عيب، يعني ايه؟ ما عنديش حاجه اسمها عيب في الوسط الفني، ان انا ممكن اقابل يعني مخرج وانا لسه في البدايه واقول له انا عايز اشتغل معاك. في ناس بتستعيب دي. هند عاكف ما عندهاش حاجه اسمها عيب انها في الفن ان هي تتكلم مع مخرج وتقول له. يعني انا كنت بروح للاستاذه انعام محمد علي اقول لها انا عايز اشتغل معاكي. مش عيب ده، اللي ما عنديش حاجه اسمها عيب. مش ما عنديش حاجه اسمها عيب في المطلق، لا طبعا. هند عاكف الحمد لله يعني ده في ناس بتقول هند عاكف متربيه مرتين، اقسم بالله العظيم. مش يعني كل حاجه بقى تتاخد اهو هند عاكف ما عندهاش عيب اهو كلمه اصطادوا كلمه. ليه تتصيدوا للفنان كلمه؟ ليه بتخلوا الفنان عشان هو نجم زي ما بيقولوا؟ عشان هو نجم نجوم. ينفع تخلوا الفنان يعني سوري يعني على كل لسان، والناس على كل لسان بالخير اهلا وسهلا، لكن على كل لسان اسمعني انا نجمه ماشي عشان انا ونجمه حلوه كمان. الله يسعدك جداً. عشان انا نجمه حلوه فينفع حضرتك تتصيد مني كلمه او تتصيد مني جمله وتروح مصدرها للناس. الناس بقى اللي ما تعرفش هند، اللي ما قابلتها زي حضرتك كده قابلتني راجل محترم وعرفت هند أشكرك. صح، وعارف هند ومذاكر هند. في ناس تانية شباب صغير ما يعرفش هند وما ذاكرش هند، فيقول لك ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتقوله ده؟ يا نهار ابيض شفتوا قالت ايه؟ يا شيخه ما اعرفش ايه. يعني ده كلام انت يرضيك؟ لا ولا يرضيك ولا يرضي جمهوري اللي عارفني. اللي مش عارفني ما بيتكلم وخلاص. لكن لا، لو جالك دور اثاره. دور اثاره تعملي ايه؟ انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ خالد. في بدايه حياتي الفنيه جالي ادوار كتير وهقولهم لك بالاسم. تمام. المزاج مع الفنانه العظيمه مديحه كامل، استاذ علي عبد الخالق. كنت هموت واشتغل معاها، بس الدور كان فيه اثاره. لان احنا طبعا هو سجن وبتاع والدور اللي يمكن لاول مره تعرف دينا عبد الله اللي عملته مكاني. وفي مشاهد بقى اتقصت، في مشاهد ما اتعملتش انا ما اعرفش. ولكن اول مره حتى دينا لو شافت اللقاء ده تعرف ان انا كنت مرشحه للدور ده. استاذ ابراهيم شوقي هو اللي كلمني ورحت قابلت الاستاذ علي عبد الخالق وقعدنا مع بعض، لدرجه ان الاستاذ ابراهيم شوقي قال لي هيفوتك نص عمرك، فرديت عليه قلت له هلحق النص التاني. ده كان ردي ورفضتي وقلت له طب خف لي شويه الاثاره عشان انا اقدر اعمله. كان الاستاذ احمد بدير اللي هو السجين اللي بيحبها البنت اللي في الجامعه الامريكيه. اقسم بالله العظيم الدور ده اتعرض عليا وما قدرتش اعمله. رفضتي. زوجة محرمه مع الاستاذه سهير رمزي والاستاذ فاروق الفيشاوي، كان الاستاذ عادل حسني، ورحت وقعدت وما اختلفناش ماديا ولا اي حاجه. لقيت الدور هي البطوله الثانيه، اقسم بالله العظيم مايوهات بقى وبتاع. قلت له مش هقدر، انا اسفه والله ما هقدر. فعلا ما عملتش الدور. نعد ايه تاني؟ نعد تاني؟ يعني مفيش اي افلام حصل فيها بوسه، حصل فيها حضن، اي حاجه مفيش. انا الفيلم الوحيد اللي المفروض الاستاذ نادر جلال كان عصر القوه، الاستاذه ناديه الجندي كان في مشاهد المفروض تتعمل وانا للاسف الشديد قلت له استاذ نادر انا مش هقدر، مش عارفه يعني. قلت له انا مش هعرف اعمل المشهد، لدرجه ان الاستاذ نادر جلال زعل مني جدا وراح كان في الاوتيل ورزع الباب وقال انا هخرج واسيب لك الكاميرا، اقسم بالله وزعل مني ان انا ما عملتش المشهد، بس انا ما كنتش عارفه اعمله. يمكن ده هو اللي اثر عليكي في الفتره الاخيره، ان انت مثلا التزمتي بحاجه معينه، قواعد معينه، وده اللي اثر عليكي في السينما. اثر عليا في السينما لما جت بقى ال يعني انا بس عشان نرجع لاستاذ نادر جلال. طبعا يعني استاذ نادر جلال يبقى طبعا استاذ حسين فوزي جوز عمتي، استاذ نادر جلال ابن اخوه، يعني في صله قرابه. وانا كنت حزينه وزعلانه ان انا مزعلاه يعني. واتعمل المشهد بطريقه كده ومفيش كان بقى مشهد ما كانش ساخن ولا اي حاجه، انا رحت عامله كده وحد يعني فيلم اتعرض واكيد الناس شافته وما عرفتش اعمل مشهد بصراحه يعني. انا عايزه اقول لك ان ده اثر عليا يعني. اغتيال مذيعه استاذ اسماعيل مراد كان اول انتاج ليه، برضو نفس القصه وما قدرتش اعمله. قلت له انا مش هقدر. استاذ صلاح قبيله الله يرحمه كان بيقول لي يا هند انت معايا ما تقلقيش انا هخف المشاهد.
قلت له مش هعرف، والله ما هعرف. كان اول انتاج واول اخراج للاستاذ اسماعيل مراد، كانت النجمه الهام شاهين. هي اللي عملته، هي عامله الدور، انا كنت الدور الثاني، ما كنتش البطله. انا تمام. كنت رقم 2 يعني. غيره بقى حاجات كتير. ما مشيتيش ليه في الموجه دي؟ ما انا بقى هكمل لك. اتجهت للمسرح، قلت لا انا هكرس جهدي كله للمسرح. ودايما بتوع المسرح ما بيشتغلوش سينما كتير. ليه؟ لان بيبقوا كل يوم مسرح، كل يوم مسرح، وقتهم بيبقى ملك المسرح، بياخد وقت منهم كبير جدا. ده طبيعي. اول ما ابتدينا نشتغل قالوا لنا كده الفنانين بتوع المسرح يعني بيتجهوا للمسرح، ما بيشتغلوش سينما كتير، لان يعني المنتجين بيقول لك هنبعت لهم، ممكن يتاخروا علينا، ممكن يعملوا، ممكن ايا كان، مسافرين هنا، مسافرين في اسكندريه، وانا رواياتي كلها الحمد لله وهتكلم عليها دلوقتي كانت برضو في اسكندريه وفي لبنان وفي اكتر من دوله وفي مصر طبعا. ولكن زي ما قلت لك ما كانش يعني ايه فرصه السينما بالنسبه لي كانت لما انا رفضت المشاهد دي كانت قليله. لما جم بقى الشباب يشتغلوا سينما كنت انا ركزت في المسرح والفيديو. انت لسه شابه برضه، شباب دلوقتي انا بتكلم. أيوة. وانا لسه بالشورت بقى. لما جه بقى يعني الفتره كده بقى الشباب طلعت بقى تشتغل سينما. لو تفتكر بقى محمد هنيدي هنيدي، ما هو هنيدي طبعا صديقي الغالي وجميل، واحنا كلنا بادئين مع بعض، وممكن قبليه بسنه او طلع جيل واحد مع ده. ولكن احنا جيل واحد يعني. في العسكري الاخضر والباراشوت وحاجات كتير، والفنان طلعت زكريا وفنان علاء ولي وفنان احمد السقا وفنان هاني رمزي، وعملنا مع بعض فيديو كتير ومسرح. عملنا فيديو كتير ومسرح. لكن سينما انا 10 افلام بس في السينما، ما اشتغلتش السينما كتير. فطبعا يعني ده خدني من السينما، واتجهت بقى للفيديو وللمسرح. ده اللي خلاني ما اشتغلش السينما. لو رجع بينا الزمن شويه ورا كده، ايه الحاجه اللي انت ندمت عليها؟ ندمت عليها؟ ان انا بعدت عن جمهوري وبعدت عن المجال الفني اكتر من 10 سنين. ايه اللي خلاكي بعدتي؟ ما انا بعدت من بعد 2011. ليه؟ كنت عامله ليلى مراد، وكان الحمد لله كان مكسر الدنيا، والجوائز اللي انت هتشوفها دلوقتي اكتر من 30 جايزه عن دوري في ليلى مراد. تقولي ايه الفنان اللي هو بيعمل حاجه يكسر بيها الدنيا وفجاه يختفي؟ اختفيت علشان حبيت اخدم الناس، هي حاجه فيا. قلت لا، يعني لما الثوره قامت 2011 نزلت وسط الناس زي بقيه بعض الزملاء اللي نزلوا، واتجهت لخدمه المجتمع المدني بقى، وقلت لا، ده انا هرشح نفسي بقى الانتخابات وادخل بقى المجلس واشرع قوانين للناس. وكنت حابه اعمل ده، وعملت دراسات عليا في الاقتصاد والعلوم السياسيه كمان علشان ابقى ملمه بكل الاحداث. وفعلا رشحت نفسي مره واتنين، وكنت المنسق الاعلامي لوفد الشعب اللي زار روسيا، ويمكن انا وريت حضرتك الصوره هنا. وكنت امنت المراه بقى لائتلاف حب الوطن والمجلس المصري لشباب والعمال، للعمال والشباب والفلاحين. اتجهت اتجاه كلي لخدمه المجتمع، وابتديت اعمل ندوات بقى عن المراه والشباب والزواج المبكر وارتفاع نسبه الطلاق، وكل الحاجات دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه، انا مش بقول كلام مطلق. ويعني عارف بقى حاجات كتير جدا حبيت ان انا اهتم. حسيت ان في دور وطني يعني مني تجاه بلدي، تجاه المواطن المصري. اخر دور في مجلس الشعب ربنا ما اردش يعني ان انا اكمل مشواري السياسي وانجح، فحسيت ان ربنا بيقول لي كفايه هندي كده، ارجعي للفن تاني، لان الفن حياتي. انا كنت واخده اجازه ما اعتزلتش، ما كانش اعتزال، كان اجازه. فكنت حبيت بقى ان انا يعني بعد كده ارجع بقى. وفعلا قابلت ناس كتير من الجمهور، عشان في بعض الجمهور بيقول لك احنا هند عاكف بتقول الجمهور عايزني ارجع. دي حقيقه. هو الجمهور، انا ما قلتش ال110 مليون ولا العالم كله، بس في ناس كتير بتقابلني وبتقول لي يا هند احنا افتقدناكي، يا هند احنا عايزينك ترجعي الفن، يا هند احنا حابينك ترجعي الفن. في ناس كتيره برضه دي حقيقه بتنتقد على السوشيال ميديا برضه. نعم، في ناس كتيره بتنتقد برضه على السوشيال ميديا. هم حرين. تصدقي مين ده ولا ده؟ اصدق الحقيقه اللي هي اصدق ان انا واثقه في نفسي ان انا فنانه تعبت وعملت تاريخ من وانا عندي 4 سنين. طيب هو انت لو معاك دكتوراه النهارده وحد قال ده بيكذب وانت واخد الدكتوراه، هتصدق مين؟ هتصدق نفسك والناس، ولا هتصدق اللي بيقول ده بيكذب؟ بقالك قد ايه بتحاول انك ترجعي تاني؟ بقالي قد ايه؟ ومش حاسه ولا حاجه. انا رجعت
بقالي من بعد الانتخابات رجعت وقلت للناس انا رجعت. ما هو مش اي حاجه تتعرض عليك هتعملها، مش هنقول اكيد طبعا تعرض كتير يعني انا مش عايزه اوريك حاجات يعني، انا عايز اشوف حاجات مش هنشوفها في الانسرتات يعني ملوش لازمه ان انا اوريك حاجات. تمام. اكيد في حاجات اتعرضت وفي حاجات كانت داخله تصوير ليه مش قبلها؟ ليه ما بتقبليش الحاجات دي؟ ما ممكن الفنان يقول لك يعني ابدا واحده واحده لغايه ما اشوف الدور اللي هو واحده حضرتك انت يرضيك. لا مش اقصد يا فندم، لا العفو، لا انا مش احنا جيل الحمد لله تعب على نفسه اكيد اكيد مش انا لوحدي، جيلي كله يعني. ايوه. ما ينفعش النهارده ان انا عشان ارجع تاني للفن ارجع بصوره الناس ما تحبش تشوف هند عاكف فيها. طيب ليه انا ما عنديش مشكله بعض؟ يعني كجيل من احمد السقا لمحمد هنيدي للناس دي ليه ما بتساعدوش بعض؟ يعني ليه مثلا شايفين مثلا الفنانه هند عاكف ما فيش يعني فرصه او ما فيش دور مناسب؟ انا مش هحرج زمايلي، اوعى تفتكر ان انا ممكن احرج زمايلي دول على عيني وعلى راسي. انت لسه قايله مش عيب ان انا اتكلم مع حد واطلب منهم حاجه. ما انا عايزه اقول لك على حاجه، اكيد بنتقابل واكيد ايه الاخبار، يلا بقى نعمل حاجه ممكن ما يكونش ليا نصيب في عمل هم بيعملوه، ولا أثروا ممكن معاكي. يرشحني ولا اثروا معاكي. فرق. ما تركبش الترند. مش بركب ترند والله. زمايلي على راسي وحبايبي اكيد طبعا، وحتى لو حد فيهم اثر انا مش هقول ان فلان اثر او ما اثرش. حتى لو حد اثر من زمايلي مش هقول، لان دول زملاء واخواتي وانا بحترمهم وانا بقول لك ما حدش اثر، ولو اثر مش هقول. احنا في بيت واحد، احنا اسره فنيه، يعني احنا في البيت مش ممكن نزعل مع بعض انا واخواتي. اكيد هنخرج للعالم نقول لهم انا واخواتي اتخانقنا؟ لا طبعا. اخويا زعلني في حاجه بس فقدت الثقه في ما ينفعش ابدا. لا الثقة. وانا بزعل من الناس اللي بيحصل معاها مواقف وبتطلع تحكيها على السوشيال ميديا زي ما احمد يعني. لا انا ما بتكلمش على مها، ليها كل الاحترام وهي حره. تمام. بس يا ريت ما تعملوش كوميكس وتقصوا وتجيبوا كلام على كلام. ماشي. مها احمد فنانه بس هي كان عندها الجراءه، هي حره، هي حره ان كذا كذا قال يا سيدي هي حره. كل واحد فينا ليه شخصيته. ماشي، بس الجراءه حلوه، هي حره جراءه. انا جريئه جدا في كل حياتي، ولكن بدون اساءه. محدش بيسيء لا لاي بني انا لما آدم. واحد مثلا اكون طالب منه خدمه، انت عايز تخليني اقول كلام انا مش عايزه اقوله. انا عايزك تقولي. يعني عايزه تقول اقول ايه؟ انا قلت اللي انا عايزاه. صحابي وعلى راسي ونجوم وعلى عيني، واشتغلنا مع بعض يعني هم كلهم جيل محترم. ممكن يكون حاول يساعد حد او حاول يساعدني بس ما قدرش. انا ازعل منه. فقدت الثقه في حد فيهم عمري خالص. وخلي بالك مره تانية لو حد مزعلني برضو مش هقول لك. يعني زعلانه او مش زعلانه مش هقول لك. بكيتي منهم قبل كده؟ ايه؟ بكيتي منهم قبل كده؟ بكيت؟ دموعك نزلت؟ لا من حد انا ما ببكيش من حاجه، من اي حاجه في الدنيا. ايه؟ كلمك باسلوب وحش؟ عمري ما حد يكلمني ولا حد يقدر، لان احنا اخوات. ما حدش يقدر يكلم هند عاكف باسلوب وحش، لان احنا اخوات وبنقدر بعض كويس. ان شاء الله عليك. بص يا استاذ خالد، صح؟ خالد بص يا استاذ خالد، ممكن حضرتك تبقى عايز تساعدني في حاجه طبعا، بس ظروفك ما سمحتش. فنيا اعلاميا عايزني نعمل برنامج انا وانت. فجيت كلمت رئيس القناه فقال لك لا ده انا اتفقت مع حد تاني. خلاص انا حرجك ليه واقول الاستاذ خالد يا جماعه قال لي ان انا هشتغل معاه، صدقوا وما طلعش جدع، ما اشتغلناش مع بعض. الله، ليه؟ هو النجم ممكن يختار الممثلين اللي معاه؟ هو النجم ممكن يعني مش يختار، ممكن يرشح. لو احنا يعني انا مثلا كنت ببقى قاعده استاذ حسن الصيفي الله يرحمه، كنا بنعمل مثلا مع بعض اوتار التغريبه المسلسل ده كنت انا اللي فيديت فيه، يعني انا بطله العمل كفيديت. مين بقى النجوم اللي موجوده؟ الاستاذه شكار، استاذ عمر الحريري، استاذ عبد الله فرغالي، استاذ عبد الله محمود، والاستاذه هناء الشرباجي، مجموعه كبيره جدا. والاستاذ طبعا الكبير استاذنا كان تاليف استاذ فؤاد حجاج، وكان اخراج طبعا بابا حسن الصيفي. انا اشتغلت مع استاذ حسن الصيفي حوالي 4 اعمال، وده من المخرجين يعني. استاذ حسن الصيفي كان عامل عمتي فيلم طبعا، وكان بيحبني جدا وانا احبه جدا. والاستاذه منال الصيفي طبعا، والاستاذ عمرو الصيفي، كلهم حبايبي. فبجد من الناس اللي خدمتني وقدمتني صح استاذ حسن الصيفي. فكنا قاعدين في البروفا فبيكلموا الناس،
فقلت له بابا حسن يعني ممكن نقترح على حضرتك؟ راح قال لي اتفضلي. قلت له انا شايفه كده يعني لو تحب يعني في الدور ده فاضي صح، ممكن فلان او فلانه او يعني لو تحب. والله يا هند ممكن هو يكون بيفكر فيه او يعني اسمه مش تايه منه. ده انا بقول ان الفنانين ممكن لو قعدنا في بروفة الترابيزه او في البدايه او في القرايه المبدئيه ولسه في ادوار فاضيه او في الكلام العادي، انا قريت الورق مثلا وفي حد في دماغي مثلا كلمني او انا شايفاه يصلح فبقترح والله يا بابا في فلان لو قدرت ترشحه في دور معاك، والله يا استاذ وجيه الشناوي مثلا الله يرحمه ممكن هم يكونوا بيعملوا كده بس المخرجين ما بيرضوش. ممكن هم يكونوا بيرشحوكي بس المخرجين ما بيرضوش ولا لا؟ لا يا جماعه اصل المخرجين مش هترضى ليه؟ الناس يا جماعه مش عايزين بس نوصل للرأي العام اصل هم عايزين ان في حاجه مش مظبوطه. لا يا جماعه يا استاذه هم عايزين ممكن هم يكونوا بيرشحوني، افرض المخرج مش شايف هند في الدور ده، شايف حد تاني وجه جديد، شايف وجه جديد، هو حر. المخرجين دلوقتي مش هم بتوع زمان. نعم المخرجين دلوقتي مش هم بتوع زمان. انا عارفه ان مش هم بتوع زمان، في مجموعه شباب طالعه، في مجموعه شباب كانت مش عارفة. في مجموعه اللي هم اشتغلوا على نفسهم وكانوا مساعدين وكانوا زي محمد سامي مثلا. يعني انا بقابل الاستاذ محمد سامي كتير والله لسه ما حصلش نصيب ان احنا نشتغل مع بعض، وارد ان احنا نشتغل مع بعض. بس لما قلت لك اسمه مين؟ لما قلت اسم محمد سامي وشك اتغير. اتغير؟ لا بتكلم بجديه بقى، اتغير ليه يعني ان شاء الله؟ ما انت كنت بتحكي دلوقتي اول ما قلت محمد سامي راح وشك كده، عشان انت طرحت مخرج من المخرجين الكويسين الكبار المحترمين، فلازم لما انا اجي بتكلم بكل مصداقيه. فالمصداقيه ليها جديه. يعني شوف انا دلوقتي بضحك، لكن لما اجي اتكلم في المصداقيه يبقى لازم ابقى جد جدا، لان انت بتتكلم على شخصيه محترمه. تمام. فاهمني؟ ومش استاذ محمد سامي بس، اكتر من مخرج، ناس من المخرجين الجيل اللي هو مش هقول جديد لان هو دلوقتي اللي متربى على عرش الدراما، مش الاستاذ محمد سامي بس، المجموعه اللي موجوده في مجموعه حلوه جدا من الاجيال الاجيال اللي اثبتت نفسها كمخرجين على الدراما المصريه، موجودين وكويسين جدا جدا. ما فيش فرصه ان انا اشتغلت معاهم، لكن وارد جدا يبقى في فرصه عادي. الفن مش مضمون، صح؟ الفن مش مضمون، وبدليل ان اكبر النجوم فاتحين مشاريع خاصه. انت فاتحه مشاريع ايه؟ وانت عايز تعرف ليه؟ مش هقول لك. عايز اعرف بتصرفي منين؟ لا اكيد عندي حاجات طبعا يعني دخل امال انا عايشه ازاي يعني، بس انا مش بحب اتكلم على الحاجات دي. مش فاتحه مشاريع؟ انا يا جماعه حياتي يعني بحبها تبقى كلوز. يعني انا بحب حياتي الفنيه. ما احنا يا فنان عشان نعرف حياتك اللي احنا مش عارفينها. لا عايزين نعرف اللي جواكي. يعني بص انا دايما حياتي مغلقه عليا، حياتي الفنيه دي ملك للناس، لكن حياتي الاسريه دي ملك لوحدي. يمكن حضرتك جيت دلوقتي في البيت وشفت اخواتي واولادي واسرتي، يمكن انا اتسالت في برنامج مره عن الاولاد وبتاع وقلت نو كومنت نو كومنت نو كومنت، وزعلت شويه كده وعيني رغرغت، لان انا قايله لهم مش عايزه اسال السؤال ده، لان مش عايزه اقحم حياتي الشخصيه في حياتي الفنيه. فالناس قالت لك كاني وماني وحاجات كده غريبه، لكن انا كهند عاكف بحب حياتي الشخصيه تبقى ملكي لوحدي. زي كده زي يعني حضرتك حياتك الشخصيه ملك لوحدك، الجمهور حياته الشخصيه ملك لوحدك. هتقول لي انت فنانه. انا فنانه، الجمهور ليه عندي ايه غير فني وحياتي الفنيه؟ دايما الجمهور بيحاول يدخل الحياه الشخصيه عشان ليه غلط كده. انت تفتكر كده. لا مفيش حاجه اسمها الحياه كده، لا. في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه ده وهقول تاني في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه ده، أيوة. والناس بتتصيد للفنان اي حاجه حصلت في اي مهرجان في اي لقاء، ما بالك بقى لو دخلوا حياته الشخصيه. هو انا يعني ما عنديش، ما بزعلش انا واخواتي، ما بزعلش انا واولادي، ما بتخانقش انا واصحابي، اكيد كل ده بيحصل لان انا شخصيه عاديه جدا. ليه بقى الناس تعرف؟ انا بزعل جدا من الحياه الشخصيه اللي بتبقى على الملا مطروحه. وفلان اتخانق مع اخوه، وفلان ضرب اخوه، لا انت وفلان عمل مع جوزه، ومرات يعني. مين ضربت مين؟ زي شيرين. ايه نو كومنت يا جماعه. عاجبك اللي بيحصل مع شيرين؟ صدقوا ان نو كومنت برضه بجد والله. لا بجد والله عاجبك؟ انت عايز ايه؟ عايز اعرف منك كل حاجه. تعرف ايه؟ عايز اطلع اللي جواكي. جوايا؟
مش هتقدر تطلع اللي جوايا الا انا عايزه اطلعه. اكيد طبعا. عايز بس إيه؟ هل انت عاجبك عايز اللي إيه؟ بيحصل مع شيرين؟ ايه اللي بيحصل مع شيرين عاجبك؟ والله شيرين فنانه جميله وانا ما احنا بحترمها عارفين إن جدا، هي وربنا جميلة. يا رب يكرمها ويبارك لها ويحفظها، وان شاء الله يا شيرين باذن الله ترجعي اقوى من الاول، لان انت شخصيه جامده وانا بحب المراه الجامده القويه. ان شاء الله هترجعي احسن من الاول مليون الف مره، ونو كومنت تاني على اي موضوع من على شيرين الموضوعات بالذات. دي، خلاص انتهى. مش هنتكلم تاني. انا بحبها، مم. انا بحب شيرين عبد الوهاب حلو. وهترجع قويه مم. ان شاء الله. احنا كسيدات احنا اقوياء، بنتحدى بنتحدى الزمن، بنتحدى الظروف، ايا كان الظروف اللي حطتني او حطتها في اي مشكله، فاحنا بنتحدى وعندنا القدره والقوه على التحدي، وباذن الله هنوصل للاهداف اللي احنا شايفينها اللي هي مناسبه لينا، وقعتي في المشكله دي قبل وهنرجع كده؟ احسن من الاول تاني. وقعتي في المشكله زيها قبل كده؟ لا مش مشكله عائليه يعني، اكيد وقعت في مشاكل، ولكن مش اتجوزتي كم مشاكل مرة؟ عائليه. اتجوزتي كم مره؟ اتجوزت كم مره؟ 2، وما تسالش تاني عشان مش هرد عليك طب ليه؟ كده. طب الناس ما تعرفش انك اتجوزتي مرتين. وهم يعرفوا ليه؟ بس في ناس بتقول اكتر. الجمهور يعرف ليه؟ يا ناس- جمهور يا غالي يا حبيبي، هيفيدك في حاجه؟ في ناس بتقول اكتر. اتجوزت مليون الف مره، ها هيفيدكم؟ مليون مره يا جماعه ما يفيدش والله العظيم. مم. خلينا في الحاجات اللي هي تفيد الناس. ندمتي على الجوازه دي؟ نعم. ندمتي على جوازه من جوازاتك دي؟ انت عايز ايه؟ عايز اطلع اللي مش جواك. هرد عليك. مفيش ولا مره ندمت عليها ولا حسيت ان انت؟ لا ندمت ان انا اتجوزت اول جوازه، لان سبت حاجات كتير جدا علشانها، واديني قلته لك اهو. وبرده زمايلي حتى اتخضوا، لان انا كنت قايله لهم ان انا مش هتجوز، مش ناويه اتجوز، وسبتي واخرتني سبتي وخلاص. ماشي. وبعد بس بقى سبتي وما إيه؟ تتكلمش في حاجه بجد تانية. والله سبتي ايه؟ ايه؟ بتقولي سبت حاجات كتير، سبتي ايه؟ يعني سبت حاجات كتير، يعني مثلا ساعة الفرح كان في شغل سبته، ساعة الجواز كان في شغل سبته. يعني سبت حياتك الفنيه عشان الجوازه دي. يعني كام شهر الاولانيين يعني بقى، وبعدين رجعت تاني، بس كانت حاجات معاك. مهمة وكانت حاجات نفسي كنت اعملها يعني. وهو منعك من التمثيل؟ لا الهاني مون بقى والحاجات والشغل والجهاز والحاجات ما. رحت مفكره تتجوزي تاني بعد فتره قد ايه بقى؟ يعني ممكن يكون 4 سنين. وانفصلت تاني؟ لا ومش لسه هجاوبك، انت مالك عايز بس تعرف ليه؟ والله بحب مش اسال. هرد والله ما انا رد. يعني انفصلت ولا لسه والله متجوزة؟ انت مالك، مالكش علاقه. هم بيسالوا. والله مالكش دعوه، انت مالك انت؟ يعني لسه متجوزه؟ انت مالك؟ في عريس يا جماعه. طيب يعني احنا هنقول ان انت انفصلتي للمره الثانيه؟ لا. متجوزه؟ انت عايز ايه بقى؟ عايز اسال والله. مش هرد في حياتي الشخصيه مش تاني. هتردي؟ خالد نعم. عايز ايه؟ عايز اطلع اللي جواكي. وانت عشان حلو امور يعني ربنا طلع اللي يخليك. جوايا يا عم، انت مفيش حاجه جوايا. مفيش حاجه جواك. خلينا بقى نتكلم في اخر الفن بقى، انا بحب والله الفن. لسه هقول للشباب كلها دلوقتي اعمالك الفنيه الجميله ايه هي، بس عايز اطلع بس الاحساس اللي خلاص جواكي انت ده. طلعت كل حاجه. انت اخر مره بكيتي امتى؟ اخر مره بكيت امتى؟ لما بحس بالظلم ببكي لربنا. حساسه يعني؟ مش عارفه انت والله شايفني عصبية. جبله ولا ايه؟ لا انا شايفك حساسه. يعني من عينيك يبان انت حساسه بجد والله، ولا عندك العصبيه اقوى من الحساسيه اللي جواكي؟ انا عندي ضبط النفس غير عادي، بس لما بلاقي الامور بتتطور بشكل غير لطيف غصب عني بتلاقيني فلتت مني. طب اخر سؤال ومش هسالك في الحاجات الشخصيه. عايزه اقول لك على تاني. حاجه، انا برج الحوت. وانا برج الحوت. والناس كتير عارفه برج الحوت ده حساس ازاي، انا برج الحوت، ورومانسي ازاي، بيحب الناس ازاي، وبيخاف على الناس ازاي اكتر ما بيخاف على نفسه. بالظبط. دي حقيقه. بالظبط. وبيكره الظلم جدا. ما بالك بقى لو حس ان هو اتظلم؟ لو بيشيل حمال اسيه جدا. ولما بيكره ولما بيبعد طبعا بيبعد. وانا زيك. مره واثنين وعشرة. ايوه. وبيبعد خلاص انتهى ولما الموضوع. يحب ولما بيحب. حبيتي كم مره؟ انا لا كتير، ما قولي لي بقى تعدش. كم مره؟ ما تعدش والله. كام مره والله؟ انا ماشيه بحب على نفسي. اتصدمتي كم مره من إيه؟ يعني انت حبيتي والشخص اللي قدامك حب من طرف واحد ولا طرفين؟ لا ما قليل قوي حب طرف واحد، ده كله كان من طرفين. لا انا اللي كان في ناس كتير بتحبني من طرف واحد، وانا احبهم زي اخواتي. وقعدت تحب كتير؟ الحب لحن جميل
اتهنى بين قلبين بجد. طبعا. بص نرجع تاني لا اخر سؤال بس والله وارجع. انا كنت هسألك سؤال حلو. ما انا هقول لك اهو. ناوية تحبي تاني؟ واحب تاني ليه؟ واعمل بحبك ايه؟ طيب نرجع بقى للشباب الصغيره. ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا. لا ابدا بيحب على طول، ما تقلقيش. اتفضل. هتحب تاني. نرجع بقى لاعمالك الفنيه. طيب الجيل الجديد ما يعرفش مين نعيمه عاكف. ما يعرفش ايه؟ مين نعيمه عاكف؟ مين نعيمه عاكف؟ نعيمه عاكف عمتي. ما يعرفهاش. نعيمه عاكف الجيل الجديد عارف نعيمه عاكف، استحاله. تمر حنه. ايوه طبعا. وخلخال حبيبي. الجيل الجديد انا بيقابلني ناس كتير من الجيل الجديد بيقولوا لي احنا بنعشق نعيمه عاكف. نجمه الاستعراض. هو في حد ما يعرفش النجمه فاتن حمامه؟ هو في حد ما يعرفش شاديه النجمه؟ هو في حد ما يعرفش الفنانه لبنى عبد العزيز؟ هو في حد ما يعرفش الفنانه تحيه كاريوكا؟ هو في حد ما يعرفش الفنانه ساميه جمال؟ هو في حد مش هيعرف الفنانه نعيمه عاكف؟ اي جيل. استحاله طبعا. جيل السوشيال ميديا دلوقتي ولا جيل التلفزيون الابيض والاسود؟ كل الجيل عارف النجوم دول. بص يا استاذ خالد، اتفضلي. الجيل ده حتى لو هو ما يعرفش هند مثلا او ما شافش حاجه لهند، لكن هو عارف النجوم الكبار دول، لان النجوم دول هم تاريخ السينما المصريه، واكيد بيتفرجوا على بعض الاعمال في التلفزيون الابيض والاسود او بيقروا او بيشوفوا. لا لا لا، اوعى تقول لي ان في حد في العالم ما يعرفش الناس العظماء دول. دول اساتذتنا. ولو هتتكلم على نعيمه عاكف، نعيمه عاكف برغم هي عملت حوالي 24 فيلم. ال 24 فيلم كل فيلم بالنسبه لي انا ب 100 فيلم. انت شفتيها؟ طبعا. هي؟ لا ما شفتي. لا بتكلم على الافلام. لا يعني لا انا اتولدت بعد ما عمتي توفت بكذا سنه. انا اختي الكبيره كانت عندها ساعتها سنتين او سنتين. وبعدين اخويا شريف مات بسبب ان مامتي زعلت على عمتي فتوفى على شريف 4 شهور. وبعدين اختي هويده وبعدين انا. احنا 5 بنات ولد. طيب 5 بنات وظابط. نعرف بقى الجيل الجديد دلوقتي بفنك، المسرحيات بتاعتك اللي انت عملتيها. بص انا كنت لعيبه كاوتشوك وانا عندي 4 سنين طبعا. كاوتشوك دي لعبه ايه؟ معلش في السيرك القومي الكاوتشوك. اللي هو بالعجل ده ويجري ده. كاوتشوك زي اللي بيدخل جوه بعضه الجمباز والحاجات دي، بس حاجات صعبه جدا. في السيرك؟ ايوه في السيرك القومي. احنا عيله عاكف، الحلو نسايب، احنا نسب واخدين نسب من بعض. انا الحلو متخصص في الاسود والحاجات. أيوة. والحيوانات احنا متخصصين في الاكروبات والرياضه والحاجات دي كلها. فانا ابتديت وانا صغيره اعمل حاجات الاطفال بتاع كده. بعتبر نفسي حطيت رجلي على الطريق الصح في الفن. اول ما اشتغلت مع النجمه الكبيره الاستاذه سهير البابلي والاستاذ حسن عبد السلام المخرج والاستاذ ابو بكر عزت والاستاذ جمال اسماعيل في مسرحيه العلمة باشا. اشتغلت معاهم 2 سيزون في مصر، في مسرح قصر النيل، كانت انتاج الاستاذ محمد فوزي. واشتغلت معاهم السيزون بتاع اسكندريه. وبعدين لما جالي مسرحيه الباراشوت مع الاستاذ سيد زيان، استاذ عبد الغني زكي. فسالت بابا حسن عبد السلام، يا بابا انا جاي لي روايه ثانيه. قال لي دور ايه؟ قلت له كذا كذا. قال اجري ايه؟ قلت له كذا كذا. قال لي روحي. فاعتذرت عن العلمة باشا ورحت. اجري كان كام ساعتها؟ اجري انا ماضيه العلمة باشا تقريبا ب 750 جنيه او 900 جنيه. كنت بيخصموا الضرايب بتاعي، كنت باخدهم ب 750 جنيه. والباراشوت كان معروض عليا 2000 جنيه. 2000 جنيه من 750 او 900 ل 2000 جنيه. مش ملايين يعني. لا ساعتها ما كانش في حاجه اسمها ملايين. كان اكبر نجم ب 25000 في الوقت ده. الوقت ده من زمان. و20 الوقت ده مش من زمان يعني. ايه؟ الوقت ده مش من زمان. لا يا فندم ازاي؟ طيب لا من زمان ايه يعني؟ ده بتتكلم في كام سنه؟ اول التسعينات يا فندم. طيب يا فندم التسعينات احنا من 20 سنه يعني. لا 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 لا. انت ليه مكبره نفسك؟ يعني ايه مكبره نفسي؟ انا بشتغل وانا عندي 4 سنين، يعني ممكن ماشي. اكون بمثل وانا عندي 12 13 سنه. طب الملايين اللي بدات منين؟ نعم؟ الملايين اللي بدات الملايين دي بدات من فترات قريبه جدا، مش من بعيد. انا كنت بعمل مسلسل يعني اوتار التغريبه ده بطله ب 3000 جنيه. بطله؟ ايوه كنت بطله. بطله المسلسل كنت واخده في صوت القاهره 3000 جنيه. ساعتها كان سنه عايزه افتكر بالظبط، هم كانوا 10 حلقات
ايوه، فاللي كنت اجري 300 يبقى كان 3000 جنيه، صح كده؟ صح. ده انا عامله الفوازير في قناه ثابته ب 3000 جنيه. شايفه النجم اللي بياخد لما عملت الفوازير بقى في القناه الرابعه على بالي كان اجري ساعتها 2000 جنيه، خدت 70000 جنيه. شايفه النجم اللي بياخد ملايين دلوقتي حقه. انت مش بتجيب اعلانات ومش بتبيع على اسمه وبتجيب وبتعمل وبتسوي، اسمه بيديله الحق، وهم بيدوا له المبلغ ده. هم لو مش شايفين ان هو يعني يستاهل المبلغ ده تقديرا لفنه والاسم، وهو مش هيجيب الفلوس دي، مش هيدوله. يعني انت النهارده بتعمل مسلسل بالسين او صاد او عين. انا مستغرب من الكلام لهدف واحد، مستغرب لهدف واحد، استغراب ان انت فنانه قديره من زمان، تمام؟ وواحد انا شايف ان الفن بتاعه مش زي فنك الراقي الجميل مثلا. الدنيا اتغيرت يا استاذ خالد، الدنيا اتغيرت إيه؟ استاذ خالد. طيب لما انا يا استاذ خالد، لما انا ثواني يا استاذ خالد، انا كنت في القطاع الخاص مثلا ممكن اجري مثلا يبقى 20 30 الف جنيه في القطاع الخاص في مسلسل 20 30 الف، وكنت انا لسه في البدايات وكده مثلا، وكان نجم العمل بياخد مش هقول اسماء 70000. وانت كنت بتاخدي كام؟ يبقى النهارده ايه، في فرق طبعا، في نسبه وتناسب. معلش تاني، كنت بتاخدي كام وهو كان بياخد كام؟ ممكن انا اخد 30 وهو 70 مثلا وهو يعني كنت دور تاني انت؟ دور تاني مثلا، دور تالت مثلا، بس بطوله جماعيه بس جديده، هو اسمه عالي، اسمه يعني بيبيعوا المسلسل باسمه، لازم ياخد. لما كان ياخد هو 70 وانا اخد 30 40، ده حلو جدا يا فنانه. الموضوع مش موضوع الفن حاجه، ان واحد ما الرقاصه بتكسب يا فندم. ما انا هقول لحضرتك اهو، انت قصدك يعني ايه؟ انا اقصد دلوقتي، هل الفنان اللي بيطلع يعمل بلطجه وياخد على شغل الشعبي مثلا، يعني ويدخل على الشعب والبلطجه يكسب ملايين وشايف ان ده فن؟ يا فندم الفنان ده بيجيب ايراد ولا لا؟ هي بتقاس كده يا فندم. دلوقتي العصر اختلف والدنيا اختلفت. طب ما هو العري بيجيب ايراد يا استاذ خالد. يا فنانه، يا استاذ خالد خليك معايا، ما انا معاك. الدنيا اختلفت النهارده، هو بيقدم، ما أنا بسأل حضرتك. واحد بيغني ريان يا فجل يا فندم، خلينا نقتنع بالكلام بس. الناس بتيجي تسمع وتدفع فلوس، خلاص في واحد عايز يكسب بيقول له هاتولي اللي بيقول ريان يا فجل ده علشان انا عايز اكسب. الذوق بيتغير كده، انا بفرض عليكي ذوق عايز اغيره. مش بتفرض عليا، الدنيا يعني غيرت كل حاجه. يعني تعال اتفرج النهارده، السوشيال ميديا دي قلبت الموازين كلها. انا مش عايزه اتكلم في حاجات ما ينفعش، واي كلمه تبقى محسوبه عليا فيها. ليه بس؟ احنا بنتكلم في مش هينفع في حاجات انا مش هتكلم فيها. ايه بقى الحاجات ولكن دي؟ انت توهت الناس عن الاعمال اللي انا كنت المفروض اقولها لهم عشان يعرفوا. كلها اعمال. ما حضرتك انت كنت بتقولي دلوقتي انا كنت باخد 30000 جنيه في وقت معين، والنجم كان بياخد 70 مثلا، تمام؟ يعني في تقارب. ما انا النهارده، ما واحد بياخد ملايين النهارده لو نزلت اكيد اجري هيبقى مختلف تماما برضو، والنجم برضو هيبقى اجره مختلف. يعني لو انا هيبيعوا بيا اكيد هطلب اعلى اجر. لو انا هيتباع المسلسل بيا او الفيلم بيا او المسرحيه بيا، لو انا بطله العمل وخلاص الانتاج والتوزيع قال لك انا عايز هند عاكف، انا هطلب اللي انا عايزاه. فهمت قصدي ايه؟ ما هي دي يعني بنقول ايه، عرض وطلب. ما لو كنت اتجوزت مخرج كان عمل لي كل حاجه حلوه. ايه؟ لو كنت اتجوزت مخرج. انا رفضت كل ده، كل دول اصدقائي وزمايلي، واتعرض عليا كتير جدا الناس المخرج. الاصدقاء المخرجين والمنتجين والزملاء كمان، لكن انا برفض. انا كنت بحس ان هم اخواتي. كان نجمك دلوقتي. تقول ايه؟ لو مخرج اتجوزتيه كان نجمك دلوقتي. انا نجمه من غير ما حد دلوقتي يا فنانه، مش بتكلم على قبل كده، انا بتكلم دلوقتي حاليا. ما انت شايفه دلوقتي المخرجين كل واحد متجوز واحده. استاذ خالد اتفضلي. مش معنى ان انا ما بشتغلش فانا مش نجمه. عمري ما قلت كده. انا ما بشتغلش يا استاذ خالد، وانا بعدت بارادتي الخاصه. تمام. انا ما حدش بعدني، لان في ناس كتير بتقول لي نجمه انت مش فاهماني. انا عايزه اوصلك، انا بس عايزه اكمل. كملي. في ناس بتقول لك حد حاربك، انا ما حدش حاربني. ما حدش حاربني. انا اللي بعدت بارادتي علشان كان في هدف في دماغي، ان انا عندي رساله وطنيه هعملها تجاه بلدي، اخدم بلدي، اخدم المواطن. ده اللي انا عملته. ورجعت تاني، مفيش حد حاربني ولا حد هيحاربني، لان انا مفيش بيني وما بين حد اي مشاكل. انا اقصد انت رايك ايه ان المخرج بيحاول يقف ويدي ادوار لزوجته مثلا؟ هو حر. ليه؟ ماليش دعوه. ازاي؟ انا مالي؟ طب ما انت ممكن تكون انت اولى بيه. بص يا حبيبي، انا لا منتج
ولا مخرج. خليك معايا بقى. تكوني اولى. انا مش ناقد، انا ايه اولى. اللي دخل في النقد؟ انا مش ناقد عشان ننقده. ما بتكلمش عن هو عايز كده اقول له بالعافيه. يعني كده بقى الوساطه والقرابه حلوه في انا الفن. ماليش دعوه برضه، هم حرين. اللي عايز يشغل اي حد يشغله. يبقى في وساطه يا فنانه، في حبيبي وساطة. حضرتك تسال السؤال ده. انا زعلان ان انا بشوف نجمه زيك. افهميني يا فنانه، انت نجمه تمام، وازعل ان انا اشوف فنك الجميل، الفن القديم اللي مختلط. لما انت قلت لي من شويه انا ما اقدرش اعمل دور يعني يسير الغريزه، صح كده؟ وفي بعض الناس دلوقتي ممكن يعملوا اي حاجه في سبيل الفلوس. طيب فدور زي كده ان انا اكون مثلا مخرج، اطلع مثلا مراتي، اخويا، اي حد، واديله نجوميه، وفي نفس الوقت انا شايف فنانه ليها حق او ليها حق في الدور. هو مين يا استاذ خالد اللي يقدر يقول؟ انت تقولي. انا اقول لمين؟ النقابه تقول. النقابه. لمين؟ النقابه. نقابه مين؟ النقابه مالهاش علاقه بالتشغيل. دكتور اشرف زكي. أيوة. كل الناس لما بيتكلموا وفعلا النقابه مالهاش علاقه بالتشغيل. النقابه هتروح تقول للمخرج الفلاني ما تشغلش فلانه وشغل فلانه. لا مش كده، بس على الاقل بتطرح الاسماء، الناس دي لازم تشتغل. السؤال ده تساله للدكتور اشرف زكي. كلمت الدكتور اشرف في حاجه قبل كده؟ النقابه مالهاش علاقه بالتشغيل. انا ست فاهمه وعارفه في لوائح في النقابه. النقابه مالهاش علاقه بتشغيل الفنانين، مالهاش علاقه ومالهاش دخل. تمام. اللي ليه دخل بتشغيل الفنانين المنتجين والمخرجين. كلمتيهم؟ يعني ايه كلمتهم؟ المنتجين المخرجين كلمتيهم؟ اكلمهم. وصلت معاهم يعني؟ اقول لهم ايه؟ فنانه كبيره. احنا بنتواصل يا استاذ خالد. اتفضلي. انا مطروحه زي اي فنانه موجوده دلوقتي في السوق الفني، يا فنانه، في المجال الفني. انا بتكلم ليه؟ والمخرجين عارفين ان هند عاكف كانت فنانه والحمد لله كويسه، وبعدت ورجعت فنانة. الحمد لله. ما طبيعي فنانه بقى تاني وجميله كمان. فلما ربنا يخليك، فلما يكون في دور مناسب ليا اكيد هم هيبعتوا لي. هم شايفين ان الدور ده مش مناسب، حتى لو هو مناسب هم حرين. ده المخرج ليدر العمل. المخرج هو الليدر، هو اللي بيدير العمل، فهو حر. يجيب هند، يجيب وفاء، يجيب ماجدة، يجيب منى، يجيب منى. هو حر، هو شايف ان منى هتعمل الدور ده احسن من هند عاكف، خلاص يبقى منى. شايف ان حمديه هتعمل الدور ده احسن من هند عاكف، مفيش بقى تنازلات من حمديه دي هم حرين تشتغل. نعم، مفيش تنازلات من حمديه دي ان هم يشتغلوا. مثلا حمديه، انت حمديه مثلا يعني، وانا مالي؟ هل بتنازلوا؟ انا مالي؟ ما بتنازلوش؟ انا مالي؟ انا بسالك، انت في الفن ماليش دعوه. انت فنانه وشفت كتير. عايز ايه؟ انت فنانه وشفت كتير. هل حمديه اللي حضرتك قلت عليها دي حمديه او غيرها لما بتتنازل؟ والله ما اعرف، ما اعرفش الكلام اللي انت بتقوله ده والله. انا مالي؟ بص يا حبيبي، اتفضلي. كل واحد حر في شخصيته. اكيد طبعا. وكل فنان حر يعمل ايه وما يعملش ايه، ويقبل ايه وما يقبلش ايه. تمام. خلاص، انا مش هتدخل في شؤون الناس. دي شؤون خاصه، انا مالي؟ انا ليا الفن فقط لا غير. لكن الشؤون الخاصه انا ماليش دعوه. اللي يتنازل واللي ما يتنازلش، كل واحد حر يدير حياته بالشكل المناسب اللي هو شايفه صح. هنشوفك امتى على الشاشه؟ قول يا رب. الشغل رزق اكيد، ونكمل بقى. والرزق سعي. نكمل بقى، والرزق سعي. نكمل بقى. تمام. كلام رجاله. استاذ وجيه الشناوي، دور كوميدي كابتن ناهد. النجوم بقى الاستاذ جميل راتب، الاستاذه شويكار، الاستاذ حمدي احمد، الاستاذه رجاء حسين، كنت طالعه بنتها طبعا. لو هنتكلم بقى يعني مثلا على باب الوزير، استاذ احمد خضر، استاذ وجيه الشناوي، طبعا كلام رجاله. عملت معاه سيف ساخن جدا، وعملت معاه خلف مخلوف، وعملت معاه اوتار امواج لا تصل الى شاطئ. امواج لا تصل الى شاطئ مع النجم حسين فهمي، والنجم طبعا برضو استاذ حسن حسني، والاستاذ وطارق لطفي، والاستاذه رجاء حسين، وحاجات كتير انا مش عايزه انسى. ودرس العمر مع الاستاذ عبد المنعم مدبولي، فنانه كريمه مختار، وفنانه مشيره اسماعيل، فنانه تيسير فهمي، هنيدي، ممدوح وافي، مع حفظ الالقاب يا جماعه. هنتكلم على مين تاني؟ دوائر الوهم والحب، انا وفايزه كمال، وائل نور، وفاء مكي، منال سلامه، مين تاني؟ ناصر سيف، استاذه ليلى فوزي. هوريك بامفلت دلوقتي حالا، هناخدها موجوده عندك جنبك هنا، مسلسل اسمه خضرة. استاذ كرم مطاوع، استاذ سعد اردش،
استاذه ماجده الخطيب. وكان البطوله يعني كنت انا ووفاء صادق الفيديتي، يعني البنتين الابطال في المسلسل. وبعدين بقى عندك كان موجود معانا مجدي كامل، ياسر جلال، رامز جلال، عبير صبري، ميار الببلاوي، مين تاني، مجموعه كبيره، استاذ احمد خليل. بص انا بحكي لك حاجات يعني نجوم ما حدش من الشباب يفتكر ان انا اشتغلت مع النجوم دول، ما حدش فاكر يعني، او ما حدش بحث. عندك تاني لو هنتكلم على اعترافاتي، الاستاذ كمال الشناوي، كان ليا الحظ ان اشتغل مع استاذه انعام الجريتلي، محمد رياض، برضو منال سلامه، ليلى فوزي، زيزي البدراوي، مع احترامي ليهم والقاب طبعا اساتذتنا الكبار. لو هنتكلم كمان على الاصل دور، اعوذ بالله من كلمه، هند عاكف، سلوى خطاب، استاذ محمد رضا، استاذ حسن حسني، عمرو عبد الجليل، محمد هنيدي، احمد السقا، طارق لطفي، طلعت زكريا. يا جماعه انا بوريكم بس عشان ايه، انا الجيل ده جيلي، انا اللي بعدت يا شباب، انا اللي بعدت بس ورجعت لكم تاني. المفروض بقى يحصل ايه؟ انتوا وحشتوني. الحمد لله على السلامه. بس الحمد لله هتقول ايه تاني؟ جنون البشر، نجم عبله كامل، فنان ممدوح وافي، ده مسرح بقى، استاذ لينين الرملي، استاذ محمد ابو داوود، واستاذ محمود القلعاوي، استاذ حلمي عبد الباقي. نقول ايه تاني؟ استاذ محمد نجم، دربكه همبكه، اي اند يو، استاذ سيد زيان، العسكري الاخضر، ليلى الحكواتي، استاذ حسام الدين صلاح المخرج، هند عاكف، عبد الله محمود. نقول مين تاني؟ انا عماله افتكر لكم، الاستاذ نجاح الموجي، مسرحيه 7 صنايع. نقول ايه تاني؟ نقول الناس الطيبين، استاذ احمد السبعاوي، استاذ احمد بدير، استاذ هاله فاخر، استاذه شيرين. نقول ايه تاني؟ ليلى مراد، دكتور محمد زهير رجب، واستاذ مجدي صابر، استاذ اسماعيل كتكوت. الكاست طبعا معروف بتاع مسلسل ليلى مراد، دور من اهم ادواري ومن اصعب ادواري. الفوازير مع الاستاذ يونس الشلبي، كابتن رعد الإي آر تي، فوازير قناه 6، فوازير الدلتاويه، وعلى بالي استاذ حسن الاسمر. نقول ايه تاني؟ قشطه، الفنانه سوسن بدر، الفنان ممدوح وافي، الفنان حسن حسني، الفنان حسن الاسمر، علاء ولي الدين. نقول ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ اقول ايه؟ السبنسه ما اقدرش انساها طبعا، استاذ سميحه ايوب، استاذ جميل راتب، استاذ احمد بدير، استاذ عبد الله فرغالي، لا سيد فرغالي، استاذ سيد فرغالي، الفنانه فاديه عبد الغني، مجموعه كبيره جدا، واحمد ادم. يا فنانه نقول ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ اقول ايه تاني؟ يعني البيوت اسرار اللي انا بنزله دلوقتي على تيك توك، بنعمل له ده اول بطوله ليا، اول بطوله ليا، ويعتبر كان اول بنت من بنات جيلي تعمل مسلسل بطوله. كانت هند عاكف في التسعينات. كان معايا مصري خليجي مشترك، استاذ احمد الجسمي، طبعا الاستاذ عماد رشاد، الفنانه نهال عنبر، الفنان احمد السقا، ايه تاني؟ مين تاني؟ الفنانه ساميه امين، الفنان احمد الجسمي، الفنان ابراهيم الجناحي من بقى دبي، والفنانه سميره احمد من دبي. ايه نقول ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ عايز اتكلم على التيك توك. نقول ايه تاني؟ السينما بقى، استاذ عاطف الطيب، طيب، النجمه شريهان بقى في جبر الخواطر. ماشي. ما اقدرش ما اتكلمش. كل بقى الناس الجميله والناس الكبيره قوي دي، ما اقدرش ما اتكلمش. استنى، الناس الجميله دي. لا استنى، هستنى بقى انت جاي على النجمه شريهان وتقاطعني؟ دي قلبي وقلب الناس كلها، ده انا بعشقها عايشه. وانت قلب كل الناس. فنان الناس. عاطف الطيب، المخرج الكبير استاذ عاطف الطيب، مع عملنا جبر الخواطر، النجمه شريهان، الاستاذ اشرف عبد الباقي بقى، علاء ولي الدين، استاذ حسن مصطفى، الاستاذه سناء يونس، استاذ سناء يونس، الاستاذه مين تاني؟ نعم سلوسه. وانت من زمن الجيل الجميل. انت طرحتي اسماء كبيره واسماء حلوه طبعا. اشرف عبد الباقي طبعا، قلبي حبيبي. مفيش مره تليفون تعالي مسرح بنتقابل عادي يا جماعه. يا جماعه انا مش هفرض نفسي، انا عايزك على الساحه. انت عايزني على الساحه؟ انا بحبك. بص، عايز اشوفك على الساحه. اكيد لو شافني اشرف. مش عايز اشوفك على التيك توك يا فنانه. التيك توك ايه؟ التيك توك ده تواصل مع الجمهور. مش عايزك. اوعى تفتكر ان التيك توك اقول لك كلمه. قولي. حتى لو عملت بطولات قد كده مش هسيب التيك توك لسبب، انا بتواصل مع جمهوري. تكسبي منه؟ قابلت منه، سيبك من مكسب ايه وبتاع. بجد في فلوس؟ بتقول ايه؟ في فلوس؟ لا مفيش والله بجد والله. يا عم انت بقى يا عم، والله فلوس ايه يا عم؟ التيك توك ما تتكلمش في الحاجات اللي ملهاش لازمه. دي ملهاش لازمه. انا ما بيجيليش اسود، ما بيجيليش الحاجات دي.
ما جالكيش والله حاجه؟ لا لا ولا لا داعمين؟ عايزه اقول لك حاجه، ما تتكلمش في الموضوع ده، لان ليه يا فنانه مش دي حاجه عيب لما تتكلم في حاجه زي كده. التيك توك عيب وعيب لما تتكلم على حتى وعيب. لو في حتى لو في ما يتكلمش في كده. انا داخله التيك توك ده عشان تواصل مع جمهوري. لا تتخيل انا قابلت ناس اقسم بالله العظيم كويسين ولا وحشين من جميع انحاء العالم. وعندي السكرين شوت موجود وتقرا دلوقتي. وكنت بقى انا مبسوطه جدا ان انا قابلتهم. يعني انا مش عايزه اقول لك، انا قابلت يعني ناس كتير تقول لي هند عاكف انت كنت كراش بتاعي، وموجودين ومسجلين لايف. أيوة. كتير لدرجه ان انا ما كنتش مصدقه نفسي ان كل الناس دي كانت بتحبني. ايوه انت كنت الشباب كلها كانت بتجري وراكي. والله العظيم كانوا يقولوا انت من ضمن ودلوقتي على فكره التسعينات، يعني أيوة. جيل التسعينات انت الكراش بتاعي. انا عندي اعلاميين صحفيين موجودين معايا على الصفحه دلوقتي عايشين في امريكا وكده وموجودين على طول. فكل ما يدخلوا معايا يقولوا للناس احنا كنا بنتضرب بسببها، كنا بناخد الصور نعلقها في الحيطه وهم يسمعوني يبقوا عارفين على فكره، ويبقى مبيضين وياخد البوسترات يعلقها. فبابا يقول خرمت الحيطه ويدينا علقه. تاني يوم يجيب البوستر ويروح معلقه تاني. والله العظيم دي حقيقه. يعني التيك توك مش واخداه ان هو ماديات؟ تيك توك لا 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 مش حتى ماديات. لا بالنسبه لي مش ماديات. يعني اكتر حاجه جات لك هديه بكام؟ لا ما تتكلمش في الحاجات دي عشان ما يصحش. لا عيب. ليه يا فنانه؟ ما ده عيب يا لا والله لا يا فنانه والله مش عيب. طب انا هرد عليك. الفنانه فيفي عبده عادي هي حره طبعا نجمه كبيره استاذتنا. طيب لا هي حره، روح اسالها شوفها هترد تقول لك ايه. هتقول لي ايه؟ ما اعرفش. هتقول لي بكسب. هي حره وانت بتكسبي حتى لو في مكسب او ما فيش مكسب. ما ينفعش نتكلم الكلام ده عشان عيب. مكسب ايه؟ انا مكسبي على التيك توك الجمهور. لما اتصورتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شعورك ايه؟ لا كنت مبسوطه طبعا جدا. وده كان في عهد سياده الرئيس عدلي منصور. ده كان الاحتفال 6 اكتوبر وكنا جايين من الاحتفال في ميدان التحرير. وخلصت ميدان التحرير ورحت طالعه على الاحتفال الكبير بتاع 6 اكتوبر ودخلنا يعني في القاعه كلنا وكده. والرئيس جه فكلنا كفنانين قمنا اتصورنا معاه وكنا مبسوطين جدا طبعا. يعني بتحبيه؟ بحبه. الاخوان انا ساعتها كنت امينه المراه بتاعته يعني في الدوره الاولى، لا الثانيه. والدوره الاولى كنت في الحمله الشعبيه مع الاستاذ محمود خليفه. حسيتي بايه لما الاخوان مسكوا البلد؟ نعم حسيتي بايه لما الاخوان مسكوا البلد؟ انت ليه بتقلب في المواجع؟ انا عايز انا مش عارف ليه بحس ان عينك فيها كده يعني دمعه، فيها حزنه كده ليه؟ اكيد لما تجيب سيره زي دي يعني يعني كنت حاسه بظلام. يعني الحمد لله ربنا خرج مصر للنور، لان مصر مذكوره في القرآن طبعا ومذكوره في الانجيل. ومصر دي الدنيا، ما ينفعش كانت تبقى بالشكل ده تضيع. وكنا كلنا حزانه. يعني الموضوع ما هو ده اللي خلاني اخد اجازه من الفن وحسيت ان انا ليا دور ولو قد كده. لازم اقف. وخلي بالك يمكن انا في حاجات كتير انا مش حابه اقولها بس يا جماعه، بس دي فتره بالنسبه لنا كانت فتره صعبه جدا جدا على كل المصريين. والحمد لله ان ربنا فعلا يعني احنا خرجنا من عنق الزجاجه بالعافيه باراده ربنا سبحانه وتعالى. احنا خرجنا من عنق الزجاجه باراده ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت بنام وانا قلبي بحس انه واقف مش شغال. اقسم بالله العظيم كنت كل يوم ببقى نايمه على المخده بعيط ورحمه ابويا وامي في الفتره دي. سواد الدنيا وحزن الدنيا. وبص يعني اللي انت شايف دمار، شايف دمار. فاهم يعني ايه دمار؟ ايوه. فلا ده انا كنت في الفتره دي وده اللي خلاني، هي شخصيتي كده، ده اللي خلاني ان انا اقول لا يا هند خدي اجازه من الفن. لما تحبي ترجعي في اي وقت، حتى لو كبرتي شويه مش مشكله، هتعملي الادوار بتاعت سنك. فده اللي خلاني فعلا اتمسك ان انا اخدم بلدي بقى واخدم المجتمع المصري والمواطن واوضح وافهم واقعد اتكلم ونعمل ندوات ونقول ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش، وجهه نظر طبعا، وايه اللي ممكن يبقى صح وايه اللي ممكن يبقى غلط يعني بوجهه نظري انا يعني. فعايزه اقول لك ان ده من ضمن الاسباب اللي خلتني ابعد عن الفن، ان انا حسيت ان بلدي في مأزق
وانا حتى لو جبت قشايه كده وسندت بالقشايه دي عشان بس ما حدش يقول لك هي عملت ايه وما عملتش ايه، لا الحمد لله انا عملت كتير وانا راضيه عن اللي انا عملته. ولكن حتى لو حاجه بسيطه قد كده يبقى انا شاركت. ده اللي خلاني ابعد عن الفن عشان تبقى عارف. هترجعي امتى لينا؟ انا رجعت لكم الدور الباقي بقى على الادوار بقى لما تتعرض عليا. انا موجوده وانا متاحه في السوق الفني وفي المجال الفني زي اي زميله. لما يتعرض عليا دور مناسب اكيد هبقى سعيده جدا وهقدمه لجمهوري وانا مبسوطه. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه الشغل نصيب ورزق. زي ما هي قالت دلوقتي، الشغل نصيب ورزق. فنانه جميله، فنانه برج الحوت، يعني فنانه حساسه جدا، عملت اعمال كتيره جدا في حياتها الفنيه. وفي جيل كتير من الجيل اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو طالع الشباب يمكن ما شافوش الافلام دي، بس احنا كجيل شفنا افلامها، شفنا مسلسلاتها، شفنا مسرحياتها. نجمه جميله، نجمه متالقه، نجمه جميله تاني. انا بشكرك معانا، شرفتينا والله، وانا سعيد ان قعدت معاك النهارده. انا اللي بشكرك، وما تزعليش مني لو انا قلت اي كلمه. لا بس في الاخر انا هطلع اللي جواكي مش اكتر والله. مش زعلانه، لكن بس انا بيني وبينك انا والله يا بحبك. خالد مش زعلانه، بس انا عايزه اقول لك حاجه فعلا. في بعض الناس بتتصيد للفنانين ولو حرف لا واحد. ما اقدرش والله. مش انت. مش انت، ما بتكلمش عليك. أيوة. بتكلم على بعض الناس. أيوة. ويعني ما بيحسوش او ما بيشعروش او ما بيستوعبوش ان الفنان دمه ولحم، بني ادم زيه زي اي حد في الدنيا. ممكن كلمه تجرحه وممكن كلمه تضايقه. ضايقناك النهارده؟ وهو ما بيبقاش حاسس حتى لو مش قاصد. بس انا بشكر كل جمهور السوشيال ميديا وكل جمهوري الغالي عليا، انتوا غاليين عليا قوي. والجمهور اللي بيحاول بدون حتى ما يقصد او يشعر يجرح اي فنان. حط نفسك مكانه. اي بني ادم ظلمني او قال كلمه انا مسامحاك، عشان انا عمري في حياتي ما كرهت حد. بس يا ريت قبل ما تقولوا اي كلمه على اي فنان او تكتبوا اي حرف تفكروا 100 مره ان ممكن تاذوه نفسيا ويحصل له مشكله وتبقوا انتوا السبب فيها. انا ما كنتش عايزه ابكي، انا شايفاك انت هتبكي عشان صح، عشان انا شايفك انك اكبر من كده بكتير ونجمه كبيره. صدقني انا بحبهم قوي والله. لو جمعوا حب العالم كله للناس والجمهوري مش هيبقى قد حبي ليهم. بس انا بزعل من اللي بيتكلم وبينقد. انقد فنيا لكن بلاش تنقد بشكل مجرح. ما تجرحش حد، يا ريت ما نجرحش حد ولا حتى نجرح صحابنا، مش الفنان بس. انت عيطتني يا خالد. انا بحبك وانا بحبك وحاسس بيكي وحاسس بشعورك، وكل الناس دي بتحبك، وان شاء الله هنشوفك. وانا بحبكوا قوي قوي والله، بحبكوا قوي قوي. وانا لو ما بحبكوش وبحب جمهوري ما بقاش مصيرها ان انا عايزه ارجع الفن تاني، لاني حاسه ان جوايا طاقات كبيره جدا وحاسه ان جوايا حاجات كتير عايزه اقدمها لهم. ما انا ممكن اقعد في البيت واقول خلاص انا هقعد ومش هشتغل وهريح نفسي ولا وجع قلب ولا حد يضايقني ولا حد يجرحني، لكن لا، انا حابه ارجع وحابه اقدم لجمهوري يعني حاجات كتير انا نفسي اقدمها بجد. وبشكر كل الجمهور اللي بيقابلني وبيقول لي بجد احنا عايزينك ترجعي، وبشكر كل الجمهور اللي بيقول لا احنا ما قلناش انتوا ما شفتونيش عشان تقولوا لي، ولو شفتوني هتقولوا لي والله صدقوني. وعملتي اغنيه الفتره اللي فاتت دي تمام عن فلسطين، ليه ما خدتيش دور ان انت تغني؟ لا بص، تقولي مره واتنين، وش معنى الاغنيه دي؟ لا انا غنيت في الفوازير وغنيت في المسرح وفي الاستعراضات وعملت مسلسلات كتير للاطفال وعملت مسلسلات كتير في التلفزيون وغنيت فيها ومعتمده اذاعه وتلفزيون.
استاذ الموجي الكبير معتمدني والاستاذ محمد سلطان هم اللي امتحنوني. كنا بنعمل مسلسل اسمه طفل المعجزه في التلفزيون المصري 30 حلقه كان في رمضان. استاذ هاني شنوده كان ملحن لي 6 اغاني في المسلسل، فكان لازم علشان يجيزوا الاغاني لازم ابقى معتمده اذاعه وتلفزيون. فاول مره كنت ما نجحتش، تاني مره رحت نجحت. كان زي ما قلت الاستاذ الموجي الكبير، وكان معايا اللي بيعزف لي الاستاذ عصام اسماعيل الملحن، دخل معايا الاستوديو 43 وعزف لي في الامتحان يعني. وغنيت اغنيه للنجمه شاديه ساعتها. وعملت بقى حاجات في المسرح كتير جدا. عملت خيل حكومه، كان في الاستاذ بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه بس افتكر بالظبط. عملت 6 اغاني مسرحيه خيل الحكومه، كان استاذ فؤاد عبد الحي، وكان استاذ جمال بخيت هو اللي كاتب الاشعار. كان طبعا يعني اغاني كانت حلوه قوي قويه. مسرح السلام، مسرح الدوله. عملت فوازير طبعا. الاستاذ حسن الاسمر كان ملحن لي في وزير الدلتاويه التتر و10 الحان كانوا هديه منه للقناه. جميل حسن الاسمر، وهو احنا كنا نجوم الفوازير يعني. واستاذ موجي الصغير كان عامل لي الحان في فوازير برضو دي وفوازير على بالي. وعملت اغنيه اسمها عيب كده، نزلت في ميوزيكانا 16 روتانا، كانت مع النجوم الكبار، استاذ عمرو دياب فنان جورج وسوف، فنان صابر رباعي، الفنان هيفا وهبي، الفنان هشام عباس، الفنان ايهاب توفيق، الفنان مجموعه كبيره جدا. وكنت انا كده يعني، حتى انا لما نزلت الاغنيه دي قلت ايه ده، انا ايه اللي دخلني في الحته دي؟ دول نجوم كبار، ده انا يعني لسه يعني اول مره اعمل اغنيه سنجل تنزل في كاسيت. فكانت نازله في ميوزيكانا 16، كانت الحان الاستاذ عصام اسماعيل، تاليف الاستاذ سليمان غلاب. عايزه اقول لك ان اغنيه فلسطين دي بقى دي كلمات الشاعر الكبير الاستاذ احمد شوقي، اللي عامل الفنان حماده هلال ارفع راسك فوق انت مصري. عندك تاني الملحن تيمور، وموزع تيتو، ومهندس صوت وسيم، المخرج دكتور اشرف صلاح. ابطال الاغنيه اطفال حضانه شاتو، لان الاغنيه بتتكلم على يعني كانك بتحكي حاجه للاطفال بتعلمهم. طب ما نسمعها كده يا فنانه. طب ما نسمع اغنيه كده بصوتي كده ازاي؟ اسمعوها انا اديها لك بقى. لا صوتك جميل، نسمعها كده بس. انا بس عايزه اقول لك على حاجه. احنا الاغنيه دي حبينا نعملها يعني، قعدنا اشتغلنا عليها 6 شهور ووزعناها في العيد اللي فات ده، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومشاركه معنويه مننا ليه، لان ده دوري كفنانه طبعا. يعني والحمد لله ناس كتير اعجبت بالاغنيه. وكل ما حد يسمعها ينبسط منها. يا ريت تسمعوها وتقولوا لي رايكم ايه، ويا ريت كل جمهورنا يسمعها. هي اسمها عصابه حراميه فلسطين عربيه. طب كوبليه منها صغير كده، صوتي كده بعد ده جميل صوتك جميل والله، بعد البكاء على طول بقى. فيه لمس انت ي والنون تبقى ايه؟ تبقى فلسطين، دي حروفها وخليكوا حافظين، مهما تعدي سنين وسنين أرضي وطول عمرها عربية، واحتلتها عصابة حرامية، واحنا اصحابها، دي أرضنا احنا السكان الأصليين، والحرامية جولها منين؟ اتجمعوا من يجي 100 دولة، قالوا يعملوا فيها ليهم دولة، كانوا فاكرينها بسيطة وسهلة، وان احنا هنفضل ساكتين. BELESTINE فلسطين. ما عنديش حاجة أقولها دلوقتي بعد ما سمعنا صوت الفنانة الجميلة، يعني فن وغنى وطرب، مش هقول حاجة تاني، انتوا اللي هتقولوا بقى. أشكرك يا فنانة حبيبي، ونورتينا والله، ولو آسفين لو احنا تعبناكي، ويا رب نكون ضيوف خفاف على السادة المشاهدين. احنا المفروض نكون ضيوف خفاف عليكي. ربنا يسعدك، ربنا يخليكي لينا يا رب حبيبتي، الله يخليك.